السؤال الأول، من هو أخطر كائن على راح أجاوب. عندي القرش عداد والله الإنسان، عرفت شلون الانسان تدري اخطر؟ ليش؟ أي. بعقله كلش خطر، كل شيء يقدر يسوي، عم مسوي نواوي. هلا والله بشوف بنات، وياكم مصطفى وسجاد اكيد يعني. حلو، تصفيق حار. المتابعين يسألون عليك، يقول لك شلونك، شو اخبارك، وين مختفي؟ ما ادري شو انت ما تقول لي. والقرآن اقول له تعال خلينا نصور وانا ما اجي ما اقبل مو. لا تجي، بس يعني شويه ظروف ومشاغل وهيك. أي. شخصيه يعني مهمه بالمجتمع، تعرفون سجاد يعني أي. العامري. أي. المهم اليوم الفيديو يا شباب برعايه تطبيق ويبلاي. تطبيق ويبلاي باكثر من لعبه، احنا اليوم راح نلعب لعبتهم الجديده، هي تحدي المعلومات. شلونك بالمعلومات؟ ان شاء الله زين. مفول. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. راح نلعب واحد ضد الثاني، نشوف منه معلوماته احسن، وبنفس الوقت نعرف اسئله جديده واجوبه جديده عن كل شيء بالدنيا. شوف خبرتنا ودراستنا تروح على الفاضي. اوكي. وتقدر تلعبها مالت اللعبه انت واصدقائك، حدون يعني اصدقائكم، او تقدرون تلعبون ويا اشخاص عشوائيين يطلعوا لكم على الانترنت. متحمس انا عاد اغلبك. خلينا نشوف لعد منو الافضل بالمعلومات. طبعا مثل ما تشوفون هاي هي واجهه اللعبه، وهاي هي تحدي المعلومات. ندخل عليها، نسوي انشاء غرفه. راح نبدي بالسؤال الاول. قولوا الله يا رجال. السؤال الاول، ما اسم الموقع الذي استشهد فيه يوسف العظماء؟ ما اعرفه. غلط، جاوب غلط. اوكي. بدر. ترى جاوبت على الله؟ والله ما يسألون على الله. على الله ما يصير. السؤال ما اعرف جوابه. شلون؟ ما هو الحيوان الذي يمكن ان يغير لونه جاوب صح. جاوب والله ما باوعت في القرآن. ما هي الحروف الثلاثة المستخدمة دوليا لإرسال إشارة استغاثة؟ أتحداك تجاوبه. والله يا رب جيد. اصلا موجود. ايه صح. هو موطن طيور الكيوي. طيور عندي معلومة. اتوقع يتوقع. شنو ما هو المعدن الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة النووية؟ اتحداك تجاوب، اتحداك. شنو البلوتونيوم؟ نفس اليورانيوم مالهم. احنا ما نطرح. طبعا اللعبة مكونة من 5 أسئلة، اللي يفوز بهال5 أسئلة يكسب نقطة. هسه أنا عندي نقطة هنا، حلو، خلينا نقاط أبو المونتاج، نقاط هنا ونقاط هناك. متى انضمت الإمارات إلى الأمم المتحدة؟ والله عندي معلومات. إنه مصيبة كلهم بال70، 71 73 74. ما انا قريب يعني. من هو أبو يعقوب عليه السلام؟ انا عاد السؤال. لعبناه العصر الصبح. لعبناه. ايه صحيح. لا طبعا لعبنا اللعبة بدنا نجربها العصر. من هو الكاتب الذي كتب الحرب والسلام؟ توقع ديسكوفسكي. غلط. انا يا غلط. طبعا انا ما يطلع جوابي عنده ولا يطلع جوابه عندي الا نجاوب اثنيناتنا. ما نسبة مهمة الذهب حيالوتي. والله على الله مجاوبت. انا مو على الله. انت تعرف ما الذهب؟ هي 75، الفضة 25 وهذا 75. ما ادري. اين وجد فول السودان فول السوداني؟ برازيل. قول والله اعرف. والله اعرفه. سوداني ايش عليه بالبرازيل؟ هنا نقطة وهنا نقطة. نقطة واحد كل. لعب مرة أخرى. السؤال الأول، متى ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما؟ امام الحسين. لا قريبات، كلهم قريبات. امام 4 غلطت. من هو مؤلف كتاب تهافت التهافت؟ اتوقع غزالي. أبو الرشد. اما سؤال اول ما يعني بأسئلة صعبة. ماذا اطلق على سوريا وبلاد ما بينها قديما؟ كلهن بابل لو اشهر. انا بعد ما كلهن بلاد ما بين النهرين، اللي هو احنا بلاد. لا احنا بلاد النهرين مو ما بين. اين يقع متحف؟ اين يقع متحف؟ شنو هذا المتحف؟ خليها على الله. جاوبت انا على الله. لندن. مو متاحف يعني بلندن اكثر. ولا سؤال نجاوبه يعني. ما المرض الذي مات منه ابو العباس السفاح؟ مرض هو لو جدري. هو الطاعون اصلا ما صار هنا عندنا احنا. هو من ابو العباس السفاح؟ انا ما اعرفه. شنو ما صار عندنا؟ بعدنا 1-1. والله حلوه. على من انتصر العرب في معركة عين جالوت؟ عين شلون؟ جالوت عن مغول. عرب عن وانا طبعا راسب بالتاريخ بالسادس يعني. من هو ملك خزنة النار؟
اسرافيل مالي. والله مالي. والله العظيم عندي معلومة عليه. المجموعة الأوروبية المشتركة. شنو هاي؟ نبع السنوات قريبة. يا انا جالس اسالك يلا ما اعرف انا اسولف. جاوب صح. وعليك يا الله. خليها على الله فريق، خليها على الله. الجزء الكيميائي المعروف. ها شنو هاي؟ مو ملح. ماي ولا ملح. ملح. ملح؟ اي ما انا استعجلت وجاوبت، لازم افكر بالسؤال هذا. ما هو رمز وكالة أنباء جزائرية؟ شنو هاي؟ واج. واو واخ واج وام شنو هاي؟ صار تعادل يعني بعدنا نفس الشيء واحد كل. والله اسئله صعبه. ما عندنا ايش اسئله احنا ما نفكر انا ايش اسئله. ما هي الدولة القديمة اللي اشتغلت بالتحنيط؟ مصر. شلون القاهرة؟ هي لا قالت مصر. عاصمة هاي، إذا يقول لك الدولة. خرب انه تدري صحيح انا غبي. ما اسم اكبر اولاد اسماعيل؟ اولاد اسماعيل عليه السلام؟ ميشيما. جاوب غلط. اولاد هو ليش خوف هذول اثنين اولاد وما قال ولد حتى لو ما اعرفه. خرب انه. من هو الكاتب الذي كتب الاخوة؟ منو هذا؟ هذا مرة ديسكوفسكي. انا اعطيتك الاجابة. ترى دسيت. سوا. سبحان الله اثنين نفس الغلط. نفس الغباء. السؤال الاخير. اسبرين. بس انت فزت. معلومات. 2-1. هو النبات اللي يستخدم في صناعة الأدوية الطبيعية لعلاج الحروق. يلا. نعناع. والله عارفه. والله عليك. والله عارفه. والله عليك. والله عارفه. لا ابل. دادو سامسون. والله جاوب غلط. لا دادو سامسون. والله دا يجاوب غلط. خرب انه. ما اطول برج بالعالم. زين حلو. السؤال الرابع. ما هو الكائن الحي الذي يعتبر اكبر كائن؟ فيل. الحوت بابا الحوت. شنو الفيل؟ عيني. 2-2. بعد سؤال شنو لا حتى لو تفوز. شنو ها؟ فزتك انا. لا انا فزتك انا حتى لو جاوب غلط عبرك بسؤالين. حرامات. سؤال فرق نقطتين. اثنين كل. فرق 40 نقطة. ماذا؟ عبد الناف. لا عبد الناف غيره. مين يجيبون هاي الاسئله احنا؟ والله صعبة كلنا عبد النوب. السؤال الثاني. ما متفق عليه ايش اسئله. انت شو متفق ويا ما اسم حصلني بذات والله عليك يلا جاي جاوب. والله هيك غلط. دولة واقعة الشرق بلاد المغرب. والله سامع بيها. بلاد المغرب. اي الجزائر. الموسم الذي يطلق على حيوانات تتغذى على نباتات فقط. شلون؟ ترى مبينه يعني العاشبة. شنو تاكل لحوم؟ شنو العاشبة؟ والله ما تعرف انت. والله شنو يعني العاشبة؟ يعني تاكل اعشاب نباتية. يعني هو ما ياكل حيوان مثل المفترس الاسد، ما ياكل لحم. حصير ياكل حشيش؟ ما يقدر ياكل. لا تخلي. هسه ايش قد النقاط؟ هسه انا 3 وانت 2. يلا. السؤال الاول. من هو اخطر كائن على وجه الارض؟ راح اجاوب. عندي القرش عداد والله الانسان. عرفت شلون الانسان تدري ليش؟ أيه؟ بعقله كلش خطر. كل شيء يقدر يسوي. عم يسوي نووي. ما اسم العظم فوق الدماغ؟ الجمجمة فوق الدماغ. هو ولد العظم مو كلها يعني اسم العظم نفسه. اي هاي مصيبة اذا ما اعرفها. لا والله قريبة. والله قريبة. بس حلوة الاسئلة تدري؟ ما هي عاصمة دولة كينيا؟ ما تعرف اجاوب غلط. اتذكر والله. خراب عنه. من هو مؤلف كتاب البداية والنهاية؟ انا شاك. انت جاوب حتى جاوب انا. جاوبت؟ بنتي انا شاك. عليك يا الله. 4-2. عليك يا الله جاوبته؟ والله ولا والله ما يصير هيك. يلا 4-2. حلوة. السؤال الاول. ما هي الحضارة التي نشأت في منطقة وادي السند؟ وادي يا السند. منطقة هاي؟ وادي السند. ما اتوقع. مبينة. لا ذن الفرعونية بمصر. تزمال وسومرية والهاي بالعراق. وادي يجوز لا ماكو.
عنصر الفلزي فلزي نفس الغلط. نفس الغباء. نفس الغباء ايه. نفس الغلط. اول من كتب عن تحرير المرأة طه حسين. قاسم امين. طه حسين. لا ممثلة. كيف ممثلة؟ أين تقع البحيرات العظمى؟ العظمى بين يعني يا رجل. شو وقت نجاوب صح؟ شو المعلومات؟ أصل كلمة كوكب لو لاتيني لو يوناني باوع؟ يعني مزين جاوبت. 6-3 واني 4. 4 من 5 نقاط، اللي يوصل 5 هو الفايز. من أول شهيدة في الإسلام. شنو هاي؟ إيه صدق سمية ويا ياسر. خرب أنه. اي والله فيلم الرسالة اشرح. إيه خذ بلاش. من أول رئيس لإندونيسيا بعد أن نالت استقلالها. يوسف حبيبي لا محمد يامال لا. إندونيسيا. أوه هذول واحد من السكنونه. جاوبته صح؟ لا والله دادوس خلص الوقت. على ما جدوس. هذا الصح. لا هو واحد من هالورو دا جاوبه. من هو الصحابي الذي فرض الحصار على قريش بعد اسلامه؟ وقيت بعد اسلامه اكيد عمر، لان كان هو كان كافر بعدين صار مسلم فرض. ما ادري. ما هي اكبر قارة من حيث المساحة؟ اسيا. افريقيا، ترى افريقيا كبيرة. والله ما ادري. لا لا صدق صح اسيا. من هي اصغر دولة كبيرة. بالعالم؟ يلا نعيدها. انت 3 وانا 4. لا حبيبي لا نعيدها. شنو ما نحسب؟ لا انتصار. لا 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 طبعا لا. بالغلط وقف التصوير شباب. شداب. بس هاي من الفائز بالاخير؟ انا والله انا هاي الانتصار اللي 4-4. النقطة الأخيرة. بويا. من هو البحار العربي الذي كان له الفضل في توجيه الصرف؟ يوم شنو ايش كبره؟ عربي؟ واحد من دولة. لو ابن ماجد لو الإدريسي. وابن بطوطة قابل. ما دولة يطلق عليها مملكة الطواحين. سامع بي. طواحين. هولندا لو الدنمارك؟ بلجيكا. لا انت ولا انا ولا اي واحد، حتى المتابعين يمكن جاوبوا غلط. من هو كاتب الذي كتب مرتفعات يا ابو شنو اسئلة هذا؟ بحال يجاوب كيفه وهي تطلع صحيحة. شو كيف جاي نلعب؟ هذا شنو هاي؟ امراء. ثاني امراء. هي جعفر بن ابي طالب وهو ورا. والله دي جاوب على الله. السؤال الاخير. لا تحلف. يلا جاوب على الله هسه تفوز. جاوب تعال. فزيت. اريد واحد العب وياه يعني معلوماته شويه قويه. عندك بعد تلعب؟ يلا هاي. طبعا كلش حلوه المعلومات. طبعا المعلومات شنو هيك؟ شلون بالله ما قال باله قال جاوبه هيش. شنو كذب؟ تقول والله ذني تقول والله العظيم كلهن. ايه اكو بين تعرفين؟ اي والله العظيم. كم وحده؟ هواي اغلبيتهن. طبعا لنا وصلنا المقطع. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسون تجربون اللعبه ويا اصدقائكم واختبروا معلوماتكم. وشنو رايك باللعبه؟ والله حلوه. اسئله حلوه بس صعبه كلش. هي بالبدايه الاسئله تحس هيك كل صعبه، والنهايه حتحسها ما كل صعبه. لان صدق صعبه الاسئله، الاجوبه تكون قريبه. اي فلازم انه انت متاكد من جوابك. بس اكو ناس ناس يجاوبون هيك يعني. خليها على الله. خليها على الله. راح ينجحون هذول اصحاب الحظ المرتفع. لحقتنا على اللعبه حظ مرتفع. ايش عندي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات كم سؤال انتم عرفتوا جوابه، وشنو رايكم بمعلوماتنا. هسه نطلع زباله احنا. والله. هنا كان نهايه المقطع. كان اخوكم مصطفى وسجاد. نلقاكم بمقطع جديد. مع السلامه. ايه شدها عاشت ايدك.